وصفة النهاردة كحك العيد الناعم الدايب. في فيديو النهاردة هقول لكم على ألذ كحك عيد تقدروا تعملوه من البيت، سواء بسمن عادي أو بلدي هيطلع معاكم لذيذ جدا وطعمه كده منكه وبيدوب في البق. ازاي تطلعي الكحكاية ناعمة ومحافظة في نفس الوقت على شكلها، مش تمسكيها تقع كده من ايدك. الكحكاية اللي بتقع كده من الايد دي بتضايق، ما تيجي تاكليها بتضايق في بقك، ما بتقدريش تبلعيها. هقولك ازاي تطلعي الكحكاية ناعمة متماسكة محمصة مرملة دايبة وناعمة وبالشكل الحلو اللي يجنن ده. تعالوا نشوف الطريقة والوصفة. أول حاجة أنا هشتغل بمقدار أكتر من كيلو، بس أنا هقول لكم مقدار الكيلو. 550 جرام سمنة، أي نوع سمنة أنت تشتغلي بيه، بس ممكن تشتغلي بميكس، وأحسن ميكس تشتغلي بيه اللي هو جولدن شيف. هضيف له كام فص كده مستكة، وبتفرق جدا في طعم الكحك المستكة. اول ما السمنه تسيح معايا كده على النار، هنزل ب3 معالق كبار سمسم ابيض مش متحمص. هسيبه بقى يتحمص كده مع السمنه وهي بتقدح. واللي بيشتغلوا بسمنه نباتي، الطريقه دي المستكه مع تحميصه السمسم في السمنه هتفرق جدا في طعم الكحك. هجيب الدقيق بتاعي، كيلو الدقيق هضيف له معلقتين كبيره نشا، معلقتين كبار لبن بودره، ربع كوبايه سكر بودره، ومعلقه صغيره مليانه بيكنج باودر. وما تنسوش نص معلقه صغيره ملح. دوبت كده الخليط مع بعضه، وانا هنا كنت جايبه نص كوبايه لبن دافي على معلقه سكر على معلقه خميره، سبتهم يتفاعلوا مع بعض. بعد كده هنزل بقى بالسمنه بتاعتي بعد ما غلت كده وقدحت والسمسم بتاعي اتحمص فيها، ريحتها قلبت البيت كله. هقلب كده طبعا بمعلقه خشب او معدن، علشان طبعا العجينه والسمنه تبقى سخنه جدا. بغلف كده بقى الدقيق بتاعي كله كده بالسمنه بتاعتي لحد كده ما يشرب السمنه كلها. هنزل هنا بمعلقه كبيره روح الورد او موز، بلاش بهارات الكحك، روح الورد او موز. قلبت كده الخليط كله مع روح الكحك او روح الموز، قصدي روح الورد او روح الموز. وبعد كده نزلت بخليط اللبن بالخميره. لو هتشتغلوا بيكنج باودر بس، لكل كيلو دقيق باكت بيكنج باودر. قلبت المكونات بتاعتي كلها كده مع بعض، وبعد كده نزلت بكوبايه الا ربع لبن، عشان ابتدي بقى بس كده والم العجينه بتاعتي. كوبايه الا ربع لبن دافي، بلاش تشتغلوا بميه بس، يا اما لبن وميه على بعض يا اما لبن بس. كتر السوائل هو اللي بينشف العجينه، مش اللبن هو اللي بينشف العجينه. قدرت بقى ان انا امسك العجينه بايدي، لقيتها هدت شويه، هبتدي بقى ابس كده بايدي بحركات دائريه لحد ما امسك كده العجينه بتاعتي. بصوا لما تيجي تقطعيها ما بتشدش من بعضها، يعني مش مكونه اي عرق للعجين. بكورها كده، لو لقيتها شققت بتبقى محتاجه ان انا ابسها تاني. بسيتها ولقيتها برضو لسه مشققه، بزود سوائل تدريجيا لحد ما الاقيها وانا ببصمها او بضغط عليها ما بتشققش. هتدعولي على وصفة الكحك دي، خصوصا اللي هيشتغلوا بنباتي. نسيت اقول لكم حاجة مهمة، ان انا ضايفة للدقيق فانيليا. هنا الملبن بتاعي جبته قطعته وضفت له معلقة كبيرة سمنة، واختياري اي نوع مكسرات عندك، وهعجنه كده كله مع بعض. هبتدي ان انا اشكله كده كور صغيرة، يعني اقل من 5 جرام، 4 جرام، 3 جرام، اقل من 5 جرام. العجوه بتاعتي هنا انا استخدمت عجوه الطحان، وهي مش محتاجه اي حاجه، انا بصراحه مش هضيف لها سمنه ولا اي حاجه، هشتغل بيها زي ما هي كده. عملتها كور صغيره وبس. جبت بقى العجينه بتاعتي، بضغط كده بصبعي الكبير، اعمل كده مكان للحشوه، وارجع اقفلها كويس قوي من تحت، وارجع الفها كوره كويس قوي كده، واضغط عليها بالبصامه بتاعتي بالشكل ده كده. الكحكايه بتاعتي ممتازه، مش مشققه، محافظه على نفسها كده، عجنتك كويسه. اتفرجوا هنا، محتاجين ان انتوا تتفرجوا، مش محتاجين ان انا اتكلم. ونقفل كده العجينه كويس قوي، وبعد كده ابصم العجينه بتاعتي. هوريكم واحده بقى بالمنقاش، وبصراحه المنقاش بياخد وقت جدا في التشكيل،
بس انا هعمل حبة بالعجوة بالمنقاش عشان ايه افرق ما بين العجوة والملبن. ملبن. جبت بقى المنقاش بتاعي وبعمل كده نقشات بالطول وبالعرض. بالعرض يعني الف كده زي اكنها ورده كده، الكحكايه اكنها ورده حوالين داير كده. على فكره المنقاش سهل جدا ان انت تشتغلي بيه، يعني في ناس اول مره تمسكه بتعمل اشكال تحفه يعني. كل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله كده يبقى عيد سعيد عليكم، وان شاء الله اللي هيجرب وصفه الكحك دي هيدعي لي. بس بلاش تحطوا بهارات الكحك في الكحك، والله وحشه جدا، يعني انا بصراحه ما بحبهاش، بتغمق الكحكيه وطعمها مش بيبقى حلو. هجيب بقى الصاج بتاعي، هنا عملت صاج بالملبن وهنا عملت صاج عليه الشكلين بالملبن والعجوة. هدخله بقى الفرن على درجة حرارة 160 أو 140 لو فرنك عالي. أنا يدوب بيبتدي ياخد اللون الذهبي، أنا ما بحبش أغمقه عن كده، بطلعه وبسيبه يبرد وبعد كده برشه بالسكر البودرة. وبألف هنا على قلبكم. لو الفيديو عجبكم متنسونيش باللايك والشير. أنا هيام علي من البيت.